في الجزء اللي فات من حكايتي شفنا الأحداث اللي كان كلها حماس. شفنا لونا لما رجعت أخيراً، ومش عايز أقولك الدون جوان كان مبسوط بيها جداً يا صديقي. لا وكمان لونا بتجيب معاها أكلي لحوم البشر وبتضمهم لأهل القرية. لا بنت دماغها شغالة يا صديقي، والدنيا بقى بتكون كويسة إلى حد ما كده، إلا وفجأة بنلاقي الشاب دوت ومعاه 2 كمان، وبيطلع إنه السيد بتاع لونا واللي بينادي عليها وبيقول لها تعالي يا عبدة وإلا هموتك. بس إيه بقى اللي حصل بعد كده؟ ده بقى اللي هنشوفه دلوقتي يا صديقي. بس الأول طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف سيد لونا بينادلها وبيقول لها تعالي يا عبدة وإلا هموتك، ولكن بتقول له هات آخرك يلا، فبيهجم عليها الخنزير والواد ما بيتدخلش. بس لونا بقى بتطبق اللي استخدمته مع الحيوانات المفترسة وبتطلع المزمار تعزف عليه لحن الشيطان، وبتبطل هجماتهم دي وبتقرب من ودانهم بقى وبتغوي الكل. وبقى بيقول يا جدعان مش بقول لكم تلمستي؟ والبت فعلا كانت أدركت اللحن المدمر ده بسهولة يا صديقي، ولكنها ما استخدمتهوش في تدميرهم، لا دي بس وقفته عند حده وعرفته ان هي تقدر تقتله، ولكنها مش حابة تعمل كده او عفت عنه يعني بمعنى صح. بس هو ما بيرضاش يتقبل الهزيمة، وخصوصا انها كانت على ايده واحدة ست، فبيكسر اليشم اللي معاه ده وبيسيطر على العم ده واللي بيجري عليهم علشان يهاجم. ولكن لحسن الحظ السيد يي بيستخدم قوته وادواته الخارقة وبيحل الموضوع في الوقت الحالي. والواد التاني اتكسف لانه كان قدامه ولا اي حاجة، وشه بيولع وبيمشي من المكان زي الجبان بالظبط. ولونا ويي والكل كانوا في قمة السعادة صديقي، والرجالة بقى بيحوطوا الواد ده وبعد كده بقى بيطلبوا منه ينضموا له كتلاميذ زي لونا كده، فبيقول لهم لا يا جدعان، وبيطلع يجري قبل ما يستلموه وبيستخبى في المكان ده. والراجل اللي جنبه كان هيولع، والصراحة انا مش عارف اصلا هو دخل هنا ازاي، مش كبير المكان ده عليك يا ابني. والواد بيقوم وبيطلع يتمشى زي البشر والناس العادية، بس بيلاقي واحد اهبل واقف في طريق سعادته وتحقيق احلامه، والتاني بيقول له انا يا ابني، فبيقول له ايوه انت نجمت حظي النهارده. فبياخده معاه وبيدخلوا المكتبة دي وبيقول له علشان نقدر ندخل لجوه لازم تقيس قوتك وتكسر التشكيل ده. فالواد بيقعد كده في الوسط، واول مرة ما بيقدرش يكسر التشكيل كويس لا، ولكن تاني مرة بيطلق العنان لقوته وبيكسر الختم بنجاح، لدرجة ان الواد التاني واللي اسمه لينج بالمناسبة اتفاجئ وكان مصدوم جدا. والدون جوان بقى ولا في باله وبينزل في المية هو وحنبلة، وبتطلع له بقى الشيطانة دي من وراه، وبالصدفة الواد بيخلص عليها من غير ما ياخد باله منها. لا جامد يالا. ولينج بيحس بالزعل عليها وبيحاول ياخد المراية، بس بيمنعه بطريقته الخاصة، وبيجي بقى الراجل العجوز ده وبينتش البتاعة اللي كان بيشربها، بس لينج بيمنعه والراجل بيغيظه علشان يطلع وراه. والواد فعلا بياخدها جري، واللي هو هجيبك يا ابنل، اقسم لك ان عمري ما هسيبك. وبالفعل بيحاصره والراجل بيزقه في الخيمة دي، واللي بيكون جواها بنت مربوطة وبيترجى ينقذها لانه معالج قوي زي ما سمعت كده صديقي. وبعد كده بقى بيدخل عليه الرجالة دول، فبيطلع كده اربيجي الاول وبينزل فيهم زريبو بكل غباء يا صديقي، وفي الاخر بينط من الشاب وهو بالمنطاد، والحمد لله وصل للي بيتمناه، اكل الحنبلة وفلوس وكمان سبحة واي حاجة هو عايزها صديقي، ولكن بيتقال له لا شكرا يا عم. وبعد كده بنشوفه هو بيقول الحقوني انا مخطوف يا جدعان، فبيقولوا له ما تقلقش احنا هنا ومش هنخلي حاجة تصيبك. فبيقول لهم الحقوني طيب يا رجالة، وبيطلبوا منه يسيبه ويمشي لانه راجل كبير وهم مش عايزين يمدوا ايديهم عليه. بس تمدوا ايديكوا على مين؟ اسكت منك ليه يا حزين. العجوز بقى بيرمي الدون جوان وحنبلة لفوق وبيفوق لهم بقى وبيفعل كده قوته وبيستخدم قوة التنويم المغناطيسي وبيسيطر عليهم حرفيا يا صديقي. الا الراجل بقى ابن ام تشوش هو واللي بيقول له انت عملت ايه في رجالتي؟ فقال له رجالتك قصدك اللي كانوا رجالتك دول دلوقتي اتباعي انا،
والمعلم الاصلع بيقول للواد يلا بينا نهرب، فبيقول له لا انا عايز اساعدهم يا عم، فقال له لا للاسف لا انا ولا انت هنقدر عليه، فبيقول له ليه بس، فبيعرفوا ان الراجل ده في الرتبه الاولى والعم شو كان بيحاربه، وللامانه الواد مبدع يا صديقي، بس العجوز طبعا بيستخدم عليه القوه ومحدش كان قادر يعمل معاه اي حاجه، وبيستخدم عليه بقى مهاره التنويم وبيحاول كده يسيطر ولكن ما بيعرفش، وبيكون خلاص يا صديقي هيخلص، بس هي بيطلع الميكروفون وبيقول له بص وراك كده يا راجل يهبل، وفعلا بيبص وراه فبيلاقي كل اتباعه بيرقصوا هزه يمين وهزه شمال، واحده يمين وواحده شمال، فالراجل بيفتكر انه ادالهم اوردر غلط فبيحاول يوقفهم ويصلح غلطته ولكن للاسف ما بيعرفش، وساعتها بقى بيقول له انت هتشتغلنا يا راجل يا فحل انت، فالرجاله بقى شو والعم شو اللي معرفوش ده بيحاصروه كده، وبيطلع ان المعلم كان واخد باله من التشكيل اللي معاه دوت، لان في الاصل سر قوته اللي بيتفشخر بيها قدام الكل، وبيعرف بقى انه الدنجوان قفشه خلاص وانه ثواني وهيموت، بس لا مش دوري يا هلفوت، وبيهرب وبيروح يهددهم بحياته، وطبعا الكل مستغربين هو ازاي قدر يحرك روحه وخرج، ده بقى اللي محدش يعرفه يا صديقي، وبيشاور كده على المجموعه دي وبيطلب منهم يوصلوه مكان معين في حته معينه، وساعتها هو مش هيقتل الواد، بس انت تفتكر انه هيعرف يعمل حاجه يا صديقي؟ ابدا لا، الواد فجاه كده بدا ينور بعشوائيه وموجات كهرومغناطيسيه استاتيكيه بتخرج منه وبتحسس الكل بالارتياح، فالشيطان الحكيم ساعتها بقى عرف انه القديس واللي الناس كلها بتتكلم عنه، ولسه بيبص له كده فبيلاقي الضحكه الشيطانيه على وش الواد وبيحرقوا الدنجوان بسهوله يا صديقي، لا جامد يالا، وبعد كده بقى بيفتكر ايام الكحرطه ساعه اما كان هو وحنبله في الشارع لما كانوا مش لاقيين كلب يعبرهم خالص، ده غير النظام طبعا واللي كان كل شويه بيمسي عليهم لحد ما عرفهم وطلع عينيهم، وبيحضن حنبله كده، وبنرجع بقى للواقع من تاني وبنشوف سوق اللي كانت واقفه مع الراجل الاقرع ده واللي كان في الاول عايز يخلص عليه وما تعرفش ليه غير رايه يا صديقي، وبعد كده بقى بيقول لها الواد ده من ساعه ما قتل الراجل الكاهن وهو قافل الخيمه على نفسه، فبتقول له ما تقلقش انا هشوف الحوار ده، وبتروح له فعلا والواد كان متقوقع كده على نفسه، وبتقول له اخرج يا عم، فبيقول لها لا انا مش خارج دلوقتي انا قاتل، فبتقول له لا مش انت اللي قتلته يا عم ده هو مات كده سكته قلبيه، فالواد بيفرح جدا وبيطلع لبره وبتعمل نفسها بقى عليه معلمه كده وبتعيش الدور يا صديقي، وبتشرح لهم بقى عن تصنيفات القوه عندهم كبشر عاديين ولكن هو كشماط كبير طبعا من ضمنهم يا صديقي، فبتقول له فهمني يا عم، فقال لها فهمك ما تقلقيش، فالبت بتقول له ماشي قول لي بقى كده انا كنت بقول ايه دلوقتي، فبيقول لها بتقولي ان لو انت من عالم تاني هتكون جامد وهتشق حتى الجبل بضربه واحده بس، فقالت له لا ما تفتكرش كده يا حبيبي مش للدرجات دي يعني، اذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل يا باشا، فبيقول لها ماشي، بنشوف الراجل الكباره الشيطان الكبير واللي كان باعت تشيموشي بيتكلم مع رجالته وبيقول لهم اسمعوني كويس يا رجاله، واحد من رجالتنا مات النهارده واحنا لازم نرجع حقه من اللي قتله ماشي، ده اخوكم، فبيقولوا له مين اللي قتل اخونا يا ريس، فبيقول لهم استنوا اما اتاكد تاني، فبيحط صباعه في دماغه كده وبيشوف نور القديس، او ده اللي قاله يعني انا معرفش يرضيك اكدب يعني، وبعد كده بقى بيقول له الواد ده اسمه ايه وظهر فجأة في حياة الناس دي احنا لازم نعرف هو مين بالظبط، فبيقولوا له تمام يا ريس اعتمد علينا حق اخونا العظيم تشيموشي مش هيضيع بالساهل كده يا ريس، فيا ترى بقى مجموعة الشياطين دول هيعملوا ايه ويا ترى الدونجوان هيتصرف ازاي، عايز اقول لك بقى ان لسه في احداث كتير، وعلشان يوصلك الاحداث الجديدة يبقى ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناة وارزع اللايك الجامد للفيديو، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبس كده سلام يا صديقي.